كتب على بردي الأزمان التي لم تعبرها العيون، وقيل في صحائف التاريخ التي لم تقرأ. قيل إن الملائكة تنزلت على الأرض ساعة تخلق، حيث لم يطأ يومها التراب غير عذراء لم يمسسها بشر. وقيل إن الله يوم خلق البشر جعل فيهم عذراء وسيدها على العالمين، ثم اصطفى بعدها للمدن أنثى، تلك التي انتبذت من غيرها مكانا شرقيا، تلك التي تكسرت على أعتاب محرابها شهوات الثرى والثريا، فكانت عليهم عصية، تلك التي كانت حين غيرها لم يكن، وتلك التي أهلت حين قبلها كان العدم. تلك كانت دمشق عذراء المدن، تلك التي مزقت لأجلها خرائط الأرض، ولخاطر طهرها شطبت بحار من سجلات التاريخ الذي كان بعد لم يولد. وجاء في بردي الأزمان أن الملائكة على دمشق تنزلت وتمثلت لها بشرا سويا، فاستعاذت الشام منه إن كان تقيا. ويوم جاء ليهب لها غلاما زكيا، ويومها ولد التاريخ، من رحم الشام ولد، فكان أمرا مقضيا. فيا سائلا عن الشمس قل في الشام شمس التاريخ قد سطعت. فإن سألت عن أبي التاريخ ومن ولده قل هو التاريخ ابن دمشق العذراء، دمشق التي لم يمسسها بشر ولم يبك لها حجر، تلك التي ناداها المنادي من فوق أعمدة النور ألا تحزني، قد جعل ربك فوقك وتحتك وعن اليمين وعن الشمال وليا، تلك التي هزت إليها جذع الزمن فساقطت عليها عزا ومجدا عليا، تلك التي وعدت، تلك التي صدقت، تلك التي ولدت وعلى يدها التاريخ وضعت، تلك التي رفضت فما كانت نسيا منسيا. عن دمشق هكذا جاء الخبر. أما في انتقام الشام فقد جاء في الأثر أن الله قال فيها وإن ضعف السند: الشام كنانتي فمن أرادها بسوء ضربته بسهم منها.